حد حاطط نجمة داوود والعين بتاعت مسيخ الدجال في راسي. ليه ايه اللي حصل لكل ده؟ واهلا بيكو في الشيكو شيكو. شيكو شيكو مش السيكو سيكو، ده مش السيكو سيكو، ده الشيكو شيكو. هتكون فاكره بتتكلم على هو انت واخدها من السيكو سيكو؟ مين اكتر رابر الفانز مديه اكبر من حجمه من وجهة نظر شيكو؟ الاسئله اللي شيكو ما بيحبهاش. مش مديه اكبر من حجمه، بس هم عاملين حواليه هاله ملهاش لازمه، والحمد لله في واحد ابتدى يخرج منها وانا مبسوط. انا ما بحبش الفانز بتوع بجد والمونج، الفانز مش ما بحبش بجد والمونج، بس انا ما بحبش الفانز دول. انت فان مضر جدا جدا جدا. تمام، خلي يبقى عندك التراس وبتاع وتقعد تتخانق هنا وتتخانق هنا عشان الارتست بتاعك. اندر ايدج، بحسهم اندر ايدج كده اللي هو اندر ايدج. اللي هو يا جدعان طب ما تسيبوا الناس تتكلم عادي، اصل ده في الاول وفي الاخر بجد والمونج. اعتقد هيتفقوا معاك اصلا بجد والمونج. ما اعرفش هيتفقوا معايا ولا، بس انا اتعودت ما اخبيش وما اقولش غير اللي انا عايز اقوله. يعني ما بحبش اعضاء جروب اسمه ايه، زعيم المرج. انا ده جروب صعب قوي، انا ما طلعتش بتفرج عليه. يعني لو هم عايزين يطلعوني انا في الجروب، على فكره تموني خميس وجمعه في الجروب ده بتفرج على الجروب ده. وموزي بيشتموا بجد نفسه في الجروب. انت فاهم احنا فين؟ انا مش فاهم المنتاليتي دي. يعني المنتاليتي دي المفروض تودي ارتست لفين؟ لما كانوا معاه جدا فكان بجد ده الفحم، دلوقتي يلحق بجد بيدسنا. الموند يا جماعه يعمل اللي هو عايزه يا جماعه، ما ينفعش، لانه هو ده فنان. تمام، اطلع اعمل اللي انت عايزه، بس احنا ينفع نقول له ان هو وحش؟ طبعا ان هو مش عاجبنا. فبقى بيتعرض للانتقاد، بيعمل مشاكل بسبب الفانز بتوعه. فالفكره اذا كان يا جماعه ابيوسف بجلاله قدره ما عندوش حد بيتخانق له. هو الراجل لما بيزهق بيعمل بلوكات. عمرك شفت حد دخل يتخانق معاك؟ انا عمري ما حد اتخانق معايا على ابيوسف. مش كتير عمر كبار يا اسطى. اي حد بيتناقشوا معاك. حد جمهور زياد زازا. جمهور زياد زازا ما بيدخلش يتخانق معاك، هو بيقول لك ما تسمعوش، بيخش يشتمك، بيخش يتخانق معاك، بيخش بس بقول لك بس بس ما بتلاقيش عنده الحته بتاعه انه في حمله معموله عليك. انا في صوره ما فهمتهاش قوي، ابتدت حطوها هم في مره تقريبا، مش عارف هم ولا حد تاني، حد حاطط نجمه داوود والعين بتاعت مسيخ الدجال في راسي. ليه ايه اللي حصل لكل ده؟ عملت ايه؟ انا عملت ايه عشان تعمل؟ يعني جات لك ازاي؟ فهمتش والله. الصوره دي عندي، ابقى ابعتها لك لو عايز تحطها في الحلقه. انت سايبها ليه؟ سايبها عشان مش فاهم والله. جمهور متطرف جدا. انا عملت لها سيف عشان اقعد افكر هو الراجل ده ايه الفيديو اللي انا عملته له، فهو حس انه الراجل ده كده مسيخ الدجال. انا بشرت بايه وانا ما اعرفوش. تعرف ان اول مره قابلت بجد في حياتي قلت له ازيك عامل ايه انت منين؟ ده مين؟ بجد بس كده؟ قال لي انا من المرج، قلت له احسن ناس. فايه المعلومه دي؟ والله العظيم ده اللي هو انا صحيت من النوم شربت قهوه. ايوه سلمت عليه قلت له حبيبي والله يا روح، بس انا من طنطا. قال لي حبيبي. النقطة انه تعب فيها. أيوة. فاهم يعني؟ متعوب خد الصورة، شال العيون. ايوه، قعد يحط البرش، جاب البرش. ليه بتعمل كده؟ ليه كده؟ فاهم؟ تعب يعني. كان ممكن بدل ما يعمل كده كان ممكن يقوم ابعت لك العنوان، تعالى كسر عظم وشي. بس ايه اللي انت عملته ده؟ ده مثلا اديله كام سنة؟ اديه كام من 10؟ اديه كام سنة ايه؟ ندخل على الفقرة الثانية. في ناس عملت رياكت على الرياكت، عايزين ناخد رايك. هل ده قلة أدب ولا ده هها وضحك؟ في ناس كانت هها وضحك وفي ناس كانت سخيفة. بس ما اعرفش انت جاي مين النهارده يعني. ميكس. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده حلل لكم تراك بونو للاستاذ مروان بابلو، وتشوفوا رياكشن مصري وتحليل بارات تراك بونو لمروان بابلو. متحمس قوي انا بقى. ده انا صح؟ الواد اللي بيحلل تراكات الراب وبيعمل نفسه اول مره يسمع التراك وفاكر نفسه بيقول حاجه، وبيجيب لابتوب قدامه كانه بيشغل عليه التراك. بقى اللابتوب اللي قدامي بس بيبقى اللابتوب بايظ وبيركب الاغنيه في المونتاج. ده انا. ودي حاجه ما بعملش كده، مفيش حد بيعمل كده. بابلو يا جدعان، بابلو. هقول ايه بس؟ نكمل. اوف صعب ان اسيب اللي في ايدي عشان شويه ترندات. ماشي. عامة موزي كان بيعمل الرياكت وقتها. جامد، بيضحك. حلو، لازم اكتر من كده هيبقى لونجير. لا هو بقاله كده طول هو قوي. فضل يعيط كتير صح؟ بس حلو يعني. لا ما ضايقنيش. انا مش عارف اسم الراجل ده بس انا بحبه جدا. اسمه ايه؟ طبعا عايز اقول له شكرا. عمرو والله. لا لذيذ. كانش يعني انا ما عنديش مشاكل بقى مع الفيديوهات اللي شبه كده. ان هو يطلع يهزر. هزر يا عم عادي. في يا لهوي. عملت كومنت على الفيديو ده، دخلت كتبت له، قلت له ايه؟ قلت له جامد فشخ.
كومنت جايب حاجات، وجاسر دخل بعت لي قال لي والله العظيم ما انت اللي مقصود. مين اللي مقصود؟ معرفش. انا عارف، هو بيعرف يمثل. بس الفيديوهات اللي بيطلع يعمل فيها الواد اللي عايز يلفت نظر البنت دي كارثه. انا شايف فيديو قلقان منه. على فكره دي تاكد لك هو قصده على مين. لا يا جماعه، يا لهوي جامد. ويل انجلش اكسنت بتاعته انا 5 ستار، انا 5 ستار. سمعناها قبل كده في تراك ايه الكلام يا شاب فوق. الحته اللي فاتت دي انا، الحته اللي لما بمسك كلمه واعيدها لك تاني علشان اقول لك خد بالك منها. كنت عارف بس مش عايز اقول. في ايه؟ اسمع كده يا اسطى، اسمع كده، اسمع. يا دين امي يا عم، يعني بص شعشع دربندع، شعشع دربندو نم. يعني ايه يا اسطى؟ لا معرفش. يخرب بيت الكلمات يا عم، يخرب بيت الكلمات يا عم كلمات ايه يا اسطى؟ يا عم اقعد فاكر انت شفته راب، انت شفته راب يا عم. خد يا يوسف، راح فين يا يوسف؟ خد يا يوسف. طب يا اسطى بلاش دي، اسمع دي بالله عليك. شوف عفروتو بيقول ايه. انكش شهيد ما بينزلش بقى. انكش في مين؟ انكش شاهين. انا هقول لك، قبل كده عفروتو وهو شغال بتاع قهوه جابوا له قهوه شاهين فشربها. قهوه مين يا اسطى؟ لا اسمعني بس، شرب القهوه شاهين لقى البن بتاعها صايص كده، قال لك يا البرازيل اسطى يوسف شهيد اللي بيغني يا اسطى، يوسف شهيد اللي بيراب. ايه ده بجد والله؟ يا عم اقعد ساكت بالله عليك يا عم. طب بلاش كل راب. افتراء بنته صحيح. واي حد بالمناسبه هو مش هشرحها هنا عندي، اي حد مش فاهم شعشع دربندع ما تشرحهالوش، سيبه كده. ما انا مش فاهم، ما حدش فاهم هي ليها شرح ولا انت قلت كده اللي هو انا راجل اللي بفهم لا راب. دي لها حوار كبير قوي. عشان كده بقول لك انا بالنسبه لي ابي يوسف ده حته هي ليها حاجه اي حد مش فاهمها خليها شعشع دربندع بالنسبه لي، سيبها له كده. بس هو الناس اللي مش فاهمه خلت الجوكر يديها له لفه براحته. شويه. هو الجوكر ما كانش فاهمها هو كمان. تمام، بس كان يعني الحاجات اللي بتتقطع من الجزء دي بس هو بيضحك كل حاجه، بس هو كان لازم يتشرح ايه اللي قبلها وايه اللي بعدها، ونشرح بقى ان ده بعد ما مروان بابلو عمل مش عارف ايه هو مش فانز راب، فاهم؟ لا اياد من الناس اللي بتسمع راب وفاهمه السين فيه ايه، واصحابه كلهم في السين، فهو جوه الحته دي. اقول لك على حاجه، ويجز اللي قايل له تقريبا يعمل كده، تقريبا ويجز هو اللي قايل له والله تقريبا. طب لان هو صاحب ويجز. طب حلو، صاحب ويجز جدا يعني، وقاعد مع ويجز على طول. دي حاجه تشرفني ما تشيلهاش. لو شاغلين الناس بالدرجه دي واحنا قاعدين في الويلي، امال لو رحنا التجمع عندهم هنعمل ده اصيع واحد عارف يمسك الكونتنت بتاعه ويضحكني عليه ويفصصه صح. على بطل كده وضع طبيعي. زي ما حسين حط نفسه، تركي كمان حط نفسه. واهلا بيكو في الشيكو شيكو. هذا صح. كنت بتكلم مع حد انه اسهل حاجه انك تطلع حد على المسرح. انت دلوقتي ككونتنت راب او ككونتنت كرييتور، انت قررت ان انت عايز تكون مختلف جدا جدا، فعملت كله قلصته، عشان مش ينفع اقول ازيكم عاملين ايه، كله قلصته انا كده روش فشخ. انت عملت انت ميزت نفسك. انت اول ما جيت قلت لي في حد سالني قال لي تعرف حد اللي بيقول كله قلصته، فجاب اللازمه بتاعته. بس ايه كله قلصته دي سنه كام؟ يعني ايه لسه كنت اسالك بس. هنقعد نقفش لبعض على الحاجات مش هنحل، بس هو عملها حلو ولذيذ. ايه بقى كل اللي ورا ده؟ ايه الدوشه اللي عنده؟ ديدبول. احنا عندنا هنا حاجات الدنيا خفيفه. فاقصد انه انت عايز تقفش حد تطلعه على المسرح، دي اسهل حاجه. هو طلع على المسرح باحترام فانا تمام. يعني لو قريت الكومنت اللي انا كاتبه له بما انك على اليوتيوب هتلاقيني بقول له انا عايزك اصور معاك حلقه، بس انا طالع بقول رايي في التراكات، فهزعل ان حد بيقول رايه فيا، ما انا كده ابقى عبيط. واهلا بيكو في الشيكو شيكو. شيكو مش السيكو سيكو، ده مش السيكو سيكو، ده الشيكو هتكون فاكره بتتكلم على هو انت واخدها من السيكو سيكو؟ اه بس مش الفيلم. لا سيكو عندنا زمان اللي هي أيوة انا اكلمك في حاجه سر، فهي لقيتها لايقه عليها، لان هو برضو الراب تحس انه مش كل الناس بتبقى فاهماه بجد. هيك بيقول ايه اياد الموجي، بقول لك بيقول بس بهزار، ما عندوش اتيتيود، بس هو عنده كلام يعني لو كان بس. كمل كان هيطلع حاجه. بص مبدئيا انا مش عارف اركز في الكلام بسبب البلاي ستيشن اللي انت قاعد فيه. انا مش فارق معايا ان انت قاعد دي ضحكتني فشخ. دي ولا الشيكو اللي بتنور ورا دي. انا مش عارف ليه بحسك طالع من فيلم ثقافي كده، من فيلم ثقافي. كان شكلك رايق والله شيكو من غير الدقن. من غير الدق حلو يعني، ده على وزن السيكو بصراحه صايعه فشخ يعني، والطريقه برضو صايعه فشخ اللي انت بتقولها بيها اللي هي واهلا بيكو في الشيكو شيكو. انا الحقيقه مش عارف ترك بيرد ليه. فكره انك خلي بالك ليها كارهين كتير الشيكو دي. ده قبل ما زازا يرد دي وحشه في حق. لا هي الجمله صح لحد انت مش عارف ترك بيرد ليه بس المطلق يعني. زازا مفيش حد اتكلم عن زازا حلو في مصر قدي. طب ما ده غلط يا طب ما انت كده بتعمل حاجه غلط. ليه بتتكلم عن زازا حلو ليه؟ حد ضربني فانا قلت له الله يسامحك، في صاحبي راح ضربه، صاحبي باين انه ارجل مني. فالاصول راحت مننا، الاصول بتاعت الهيب هوب خلاص يا جدعان والله احنا مش بنفهم في الحته الصعيدي اللي جوانا مش موجوده. احنا مش بنفهم في الاصول خلاص. الاصول راحت مننا، الاصول بتاعت الهيب هوب ابتدت تروح، وانا ابتديت اتضايق والله. اصول اليوتيوب راحت برضه طبعا.
والله بجد كانت تضيع اصول يوتيوب. لو لمحتك هضربك مقروطه، ما اسمهاش بلاير اسمهاش. الراجل ده بيتكلم في الصح، هو كمان زي ويجز كده، لما كله يبقى ماشي غلط اطلع قول. اصعب حاجه شفتها في الدنيا موس وسويسي. وربنا ما قالوا كلمه، اقسم بالله ما قالوا كلمه. واخد خطه بموت من الضحك لما نشوفك يا اسطى، ده انت فكره فاكر لما يشيل حديد هيبطل يتضرب من البفره. فاكر لما يشيل حديد هيبطل يتضرب من البفره. ده اسقاط على حديد، اللي هو حديد اللي هو يشيل حديد عشان ابو الانوار بيروح جيم، وفي نفس الوقت انت عارف ان انا بتاعت مش بتاعتك يا كاتب. انا في الاساس فويس اوفر، بقول زي كتب وزي حاجات شبه كده، عشان لفت نظري حركه الصباع. فكان دايما الناس اللي بتسجل لي انا، حتى وانا بقرا الكتاب نوع من التركيز. انا بقسم الجمل اللي انا بقولها فويس اوفر، بقسمها كده على انها بيب. السؤال بيبقى بيحب لورد، تلاقيه بيقول لك هو بتكره لورد ليه؟ ايه سبب كرهك لورد؟ لا نسال. ده انت شوف معاك السكريبت معاك السكريبت. ما بعرفش، ما بضمنوش، بيبقى غير حاجات في الوسط. لا لورد مش مشكلته ان هو بيسخن، لورد قعد سخن الدنيا قبل ما يبدا قوي. قال لي رابرز مين يا حبيبي؟ الرابرز دول فاهم. قعد بقى يقول لي انا هاجي افشخ كله وبتاع ومش عارف ايه. والله سالته سؤال قلت له انت شايف ان ارسنال مين ستريم؟ قال لي السؤال ده عجبني. طبعا مش مين ستريم. ايوه. ففي الحلقه جه قال لي لا هو اقوى رابر اندر جراوند. لقيت الكلام اتغير، اشهر رابر في الاندر جراوند. قعد يغير كلامه. قلت له انت مش كنت عامل لي فيها تنين رائف؟ لو انت يا ابني باين جدا يا ابني، انت باين جدا. تعالى عدي من هنا. انت باين جدا. انت راسك حاجه في الكاميرا. عدي من الناحيه الثانيه اعمل ايه؟ هور قوي يعني. مش باين؟ ما كانش باين بس الاخيره دي بقى. ايوه ما دي اللي صاحبه مايكل اللي عملها. يعرف ده. تصدق انا لسه مكتشف حالا ان حلقاتك انت هتنزل الاول، فانا مش عايز احرق اصلا. لسه سالته اصلا قبل ما قلت له ينفع اجيب سيرته، قال لي عادي. المشكله انه حافظ برضه. لقيته قام جاي مصور يوسف جابر هو ولورد، قام جاي منزلها اصلا. فاهم. بعدها قام جاي لي انا نزلت ايه رايك؟ قلت له يا عم اللي نزلت حلو قوي. انت دفعت كام في الاخر؟ انا والله ما اعرف. عايز اقول لك تقول في لا الناس تحس انك صارف انتاج وبتاع. بعت ناس تحت البيت عارف ده مرعي عارف باتل راب وبتابع باتل راب وبيحب والله. والله صدمت بحاجه زي كده جدا. كنت جايبه نضحك عليه ومش فاهم راب وكده، لقيته يقول لك شفت زهره وفرغلي. ايه ده يا جدعان؟ ايه ده انت عرفت منين الكلام ده؟ بس في الاخر هي فوكس بوكس. مساء الخير، انت جاي ليه النهارده؟ انا جاي عشان كذا. كده القالب الاساسي اللي انت عامله ده هو بودكاست بس من غير مايكات. بس انت بتقدمه بطريقتك والناس بتقدمه بطريقتها عشان معيش مايكات بس. ما هي دي احلى كتير بصراحه. الثانيه كانت بتقعد تخبط فينا وما بنعرفش نعمل كده وحاجه نيله والله. احمد رافض دلوقتي عامل حاجه الله اكبر عليه اسمها جبر الخواطر. ينزل يشوف. بحاول احافظ على الركور عشان القطعه. بس يا جدعان دي كانت الحلقه بتاعتنا مع اخوك الكبير شيكو. والله بجد اتبسطت، وحلقه في الراب كوميديه دي غريبه. يعني اللي كنت قاعد معاهم كانوا يقول لك الراب ده كوميديا لازم كانت تتشال في حلقه لورد. انا هموت واتفرج على الكواليس دي. 2.5 ساعة لو انت فاضي بقى. بس ما تنساش تعمل لايك شير سبسكرايب، ويا ريت تبقى اتفرجت على الاعلانات للاخر عشان نفعل ربح ونجيب مونتير. عشان تعبت قوي. يا رب تبقى اتبسطت. شكرا. في اعلانات بتنزل عندك. ما فعلت ربح، مش كده بقول الناس تتفرج على الاعلان. طب معايا عشان الفلوس تيجي اكتر يعني. معايا 1000 جنيه بس على ده. جدع. بس يا جدعان اشوفكم في حلقه قادمه باذن الله. السلام عليكم. ما بحكيش مش بسرد ما بوديش انا بسلط ما بوديش باجي في الضلمه وما تشوفنيش عين مقلوبه وكبس كتير الخطوه